قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس، وشكرا لكم. كشفت منصة فانك فوتبول FF أن مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي وجه طلبا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لبحث لاعب مباراتين أمام منتخبات أفريقية من الصف الأول قبل انطلاق المسابقة في منتصف يناير الثاني المقبل. وقالت المنصة ذاتها أن المنتخب الجزائري مرشح بقوة لمواجهة نظيره المغربي وديا في مباراة تاريخية وجماهيرية قبل كأس أفريقيا في ملعب محايد. وتأتي منتخبات أخرى مثل مصر والسنغال وكوت ديفوار صاحبة الضيافة في لائحة الترشيحات. ويعتبر دربي الجزائر والمغرب أهم مباريات كرة القدم الأفريقية، إذ يحظيان بتاريخ مشرف في المحافل الدولية والإقليمية، كما يملكان محترفين على أعلى مستوى. يذكر أن آخر مباراة جمعت بين الجزائر والمغرب تعود إلى ربع نهائي كأس العرب قطر 2022، حينما انتصر الخضر بركلات الجزاء 5-3 بعد التعادل 2-2. وإجمالا تواجه المنتخبان في 16 مباراة رسمية، لكل منهما 7 انتصارات، وانتهى لقاءان بالتعادل.